بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشا الحمصاني. جبت لكم النهاردة برنامج ايوبيت من أفضل البرامج اللي بتمسح الملفات من جذورها كأنك ما سطبتهاش أصلا على جهازك. يعني مثلا زي برنامج انترنت داونلود مانجر دوت لما بنجيب النسخة التجريبية بتقعد 15 يوم، وبعد 15 يوم ما بيرضاش يحمل وبيجيب لك دايما رسالة كده: ادخل الرقم مش عارف الايه وسجل، وعدى ال 15 يوم فبنضطر نمسحه ونيجي عشان الكنترول بانل ونيجي نسطبه من الاول تاني من اول وجديد، ما يرضاش وتلاقيه برضه يقول لك نفس الرسالة. لكن البرنامج دوت تفتح منه تمسح منه البرنامج وترجع تسطبه من الاول وجديد، هتلاقيه هيتسطب كأنه بيتسطب لأول مرة على جهازك. وهسيب لكم روابط التحميل، رابط تحميل للبرنامج ورابط تحميل للتفعيل. معلش اعذروني، انا الكلام تايه مني شوية بس مطبقة ما نمتش من امبارح. هنضغط على الرابط، رابط التحميل هيدخلنا على الصفحة دي. هنضغط على تحميل الآن. هيحمل. تمام اوكي، هو مساحته 13 ميجا. هنعمل بدء التحميل. اوكي، بس انا هلغي الامر لان انا اوريدي انا نزلته. تمام. والرابط التاني هنضغط برضو على داونلود. هنا برضو بيقول ان انا عشان حملته قبل كده، فلو عايزه احمله تاني بتاعنا هعمل الغاء الامر. بس طبعا انتوا مش هيجيلكوا كده، انتوا هيجيلكوا بدء التحميل تحملوه على طول. انا بيجيني كده لان انا اوريدي انا نزلته. تمام. هنسطب البرنامج. دي لو مفيش عندها علامة صح اعمله صح. run now. هو كده بيتسطب. تمام اهو نزل. اوكي. هيفتح هو لوحده. اوكي، هنا ده معناه ان هو مش متفعل. اكتب ناو. اوكي. هنقفله. هنفك الضغط عن ملف التفايل. تمام اهو. هتلاقوا جوه الملف مفتاحين. اقربها شويه. ايدي نوع. هتلاقوا جوه الملف مفتاحين لنسخة النظام. في النسخة 64 وفي 86. أنا جهازي نظام 64، عشان كده هدوس ضغطتين على البرنامج، على المفتاح، دوس يس. كده هو بيقول لي إن تم التفعيل. أنا عايزة أكمل أتابع، هقول له أيوه. نروح للبرنامج نتأكد من التفعيل.
احنا فعلنا البرنامج خلاص. اللي هنا ما بقاش موجود، اللي كان بيطلب مننا الابجريد، وهنا كده خلاص نزلنا البرنامج وفعلناه. نيجي بقى نستخدمه. عايزين نمسح اي برنامج، ده احسن طبعا من الكنترول بانر. يعني انا دايما ببقى حاطاه تحت هنا، ما استغناش عنه. اي برنامج بقى عايزه امسحه، اوكي، اي حاجه اوكي. عايزه اشوف المشكله، انا مش عندي. ممكن نمسح ده، تمام، انزله تاني. نضغط هنا انستال، اوكي، برضه تاني. نيكست، هدوس على ريموف، نيكست، ريموف، فينش. كده اتمسح. ندوس هنا، عشان نمسح ليه. هو كده البرنامج اوريدي خلاص اتمسح، بس لما بضغط هنا عشان امسح بعد كده كل الملفات اللي متعلقة بالبرنامج ده، تمام، اللي موجودة على الجهاز كلها، عشان ما يكونش ليه اي اثر على الجهاز. هو وقت البرنامج بيكون على حسب حجمه. كده ديت الملفات بتاعته اللي موجودة على جهازي، هعمل لها ديليت. اوكي، كده خلاص. كده البرنامج ما بقاش له اي اثر على جهازي خالص. ولو جيت نزلته وسطبته من اول وجديد كاني بسطبه لاول مره على الجهاز. يا رب يكون البرنامج عجبكم، ويا رب اكون شرحي يكون كويس ليكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. ويا ريت لو سمحتوا لو عجبكم مش تنسوا السبسكرايب واللايك، واستنوني المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.